عليكم. نكمل بقى سلسلة مدرسين إعدادي، وحاليا هندخل في العلوم. طبعا أنا جهزت لكم هنا يعني خلاصة تجربتي وخلاصة الآراء اللي أنا سمعتها وكده يعني. فيلا ندخل في الموضوع على طول عشان مطولش عليكم. رقم 1 مستر أحمد مكرم، وده أنا مجربتوش الصراحة، بس هو بإجماع كتير من الطلبة والطلاب بتحبه جدا جدا جدا، دليل إن هو بينزل نصايح وبينزل حاجات من دي يعني في الأجازة، فيعني الطلاب بيحبوه. الشرح بره الشرح كمان يعني. وعندكم بقى اللي انا جربتهم انا بنفسي، مستر محمد ابراهيم ومستر احمد هنداوي، بسم الله ما شاء الله ممتازين فوق الممتازين كمان. ودي كانت كتجربتي الشخصية يعني. فانتوا ادخلوا ابحثوا عن الثلاث اسامي واسمعوا شرح فيديو عشوائي لكل واحد فيهم، ولو فهمتوا او المعلومة دخلت يبقى كملوا معاه. ولو لقيتوا نفسكم مش فاهمين مع مدرس هو بيتقال عليه شاطر، ما تكملوش معاه. هو بيبقى ممكن يبقى شاطر فعلا، بس مش العيب فيكم، طريقته مش مناسبة معاكم. وبس كده، وياريت تكونوا استفدتوا. السلام عليكم.